معركة أنوال وقعت سنة 1921، وباش نقدروا نفهموا كيفاش وقعت هذه المعركة خصنا نرجعوا شوية للور في التاريخ، وبالضبط سنة 1906 المؤتمر الجزيرة الخضراء اللي اجتمعت فيها الدول الغربية باش تحدد مصير المغرب كمستعمرة أوروبية. بعد مفاوضات ومساومات طويلة بين الدول الأوروبية قرر أن وسط المغرب يكون تحت الحماية الفرنسية، أما الجنوب والشمال فيكون تحت السيطرة الإسبانية. اللي كيهمنا اليوم هي المنطقة الشمالية، وبالضبط منطقة الريف. كانت إسبانيا محتلة مدينة سبتة ومليلية وبعض الموانئ والسواحل باش يسيطروا على الملاحة والتجارة في البحر. الإسبان كانوا باغيين يتوسعوا أكثر وكانوا كيخططوا لاحتلال مدينة تطوان، لكنهم لقاو مقاومة شرسة من حمد بن محمد الريسوني اللي بدا المقاومة ضد المستعمر الإسباني في الريف الغربي وبالضبط منطقة جبالة. أما في الريف الشرقي فكان المجاهد الشريف محمد أمزيان كيقاوم الإسبان بمنطقة الناظور. بقى الشد والجذب بين الجيش الإسباني والمجاهدين لعدة سنوات حتى توصلوا لواحد الصلح واتفقوا فيه على أن تكون الجبال والمناطق الداخلية للريسوني.